السلام عليكم ورحمة الله. معاكم زينب زياد. ان شاء الله النهاردة هنعمل محشي، المحشي المصري. كل انواع المحشي، فلفل، بتنجان، لو عايز تعملي كوسة برضو هيبقى بنفس الطريقة. وورق الكرنب. طبعا هنا الكرنب اللي انا هستخدمه مفرزناه، بيتسلق عادي جدا، بحط له بس كمون في المية وبيتسلق حاجة بسيطة، وبعدين ينزل عليه مية باردة وبندخله يتصفى في مصفى، وبعدين بدخله الفريزر، بظبطه وبدخله الفريزر، وبعدين لما اجي احشي المحشي بطلعه يفك وبستخدمه عادي جدا. بالنسبة للمكونات بتاعة المحشي بتاعتي النهاردة، طبعا من اهم المكونات دي الخضرة او الحباش زي ما بنقول. ودي بتكون مكونة من شبت، كزبرة، وبرده بقدونس، بنسب متساوية. ويكون اخضر طبعا زي ما انتم شايفين كده ومتقطع ناعم. هنا هستخدم كيلو ونص بتنجان وفلفل ميكس مع بعض. كيلو ونص، نص بياخدوا 3 كوبايات رز. تمام. لكن طبعا انا عامله 5 كوبايات رز. ليه؟ لان انا هحط شويه من الكرنب، ورق الكرنب الملفوف، وهحشي كمان شويه من ورق العنب. معانا طبعا البصل والثوم. الثوم اختياري، انا بحط معلقه توم مفروم، وبحط هنا معايا 4 بصلات متوسطين، منهم 3 بصلات هنفرمهم ونحطهم في التسبيكه بتاعه المحشي على النار، ومنهم بصلايه واحده دي هنمرطها. انا عايزه اقول لكم بالعاميه هنمرطها، يعني هندعكها بملح وفلفل وهنحطها نيه مع الخلطه. دي تكه فظيعه جدا، لو انتوا جربتوها هتدعوا لي جدا يعني. تمام. ومعانا بقى عصير الطماطم طبعا، ومعانا بهارات كتيرة جدا بقى. البهارات الأساسية بتاعة المحشي طبعا ملح وفلفل وكمون وكزبرة ناشفة. دول أساسيات المحشي، بس طبعا في تكات بقى ظهرت جديدة، ان احنا نحط مثلا معلقة صغيرة توم باودر، ومعلقة بابريكا صغيرة برضو، ونص معلقة حبهان مطحون، ومعلقه برضو من اللي هي بهارات لحمه او فراخ، بتدي طعم حلو. خلاص. التوم زي سوري الكمون والفلفل، لو انتم ملاحظين اكتر كميه انا حطاها، لان انا طبعا التوم الفلفل والكمون دول اهم حاجه في البهارات. ومع طبعا الملح. ازاي هنحط المحشي يعني نظبط الملح في المحشي؟ هقول لكم ان كل كوبايه رز تقريبا بتاخد لها معلقه صغيره مليانه ملح، معلقه الشاي نملاها ملح كل كوبايه. وطبعا برضو انت مع الخبره بتاعتك ومع الوقت هتبتدي ان انت تظبطي ايدك في الملح. لما تعملي وتتمرسي على الموضوع هتلاقي نفسك بتحطي الملح مش بمعيار. انا عن نفسي بعمل كده فعلا. بس الاول هنبتدي ان احنا نعمل الخلطه بتاعه الطماطم اللي هي التسبيكه، هوريها لكم، خليكم معايا. هنا ابتديت ان انا احط على في حله عندي شويه زيت، وحطيت كمان بعض قطع من اللي هي دهن الخروف. طبعا دي مش اساسي، ممكن تحطي معلقه سمنه على زيت، على شويه زيت يعني. ومش لازم اللي مش بيحب ريحه الضاني. طبعا هي اصلا بتعمل المحشي، يعني بتخلي المحشي فظيع جدا، بس اللي مش بيحبها مش هيحبها يعني. دي اختياريه. بنفضل نقلبها كده لحد لما تدوب تماما، عشان ما يبقاش فيها اي قطع كده تبقى في البق مش كويسه. لو ما دابتش كلها طبعا بيبقى فيه بقى شوائب منها او قطع صغيره، بشيلها بالمعلقه لحد لما اخلي الزيت صافي وجميل جدا. وبعدين ابدا ان انا انزل البصل. زي ما انتم شايفين انا خلاص شلت كل البقايا بتاعت اللي لسه ما دابتش يعني. هبدا انزل بالبصل، كمان احط معلقه الثوم، زي ما قلت لكم انا فرمت 3 بصلات وسبت واحده هنحطها ني في ني. لحد ما البصله تبدا تاخد لون معايا بنزل بعصير الطماطم. وطبعا هنا عصير الطماطم مش شرط ان انت تصفيه من القشر، لان ده محشي يعني، لكن في العادي بتاعي بحب اصفيه لما بكون بعمل خضار مثلا. ببتدي ان انا اسيبها تاخد اول غلوه، وبعدين انزل عليها بالبهارات بتاعتي. هنبتدي ان احنا ننزل البهارات على الطماطم بعد ما غليت.
وما تنسوش تعملوا الفلفل والكمون يكون كمية اكبر شوية من البهارات التانية. البابريكا لازمتها هنا انها بتدي حمار، لون المحشي بيبقى محمر شوية وحلو، لان احنا دايما بنحب المحشي لونه محمر شوية. وطبعا البهارات التانية دي زيادة كلها. اهالينا كلهم كانوا بيحطوا في المحشي فلفل وكمون، كزبره ناشفه، الحاجات اللي هي مش التوم باودر ده طلع قريب، والبهارات اللحمه والحاجات دي ما كانتش قبل كده موجوده من زمان يعني. هنبتدي ان احنا ننزل البهارات، وما تنسوش الملح. لازم تدوقوا الخلطه كده بايديكم بعد ما تخلصوها. لو انتوا حسيتوا ان هي محتاجه ملح بتحطوا عادي جدا، مفيش اي مشكله. والبهارات برضو ممكن نزود حاجة بسيطة من كل بهار من دول لما نيجي نحط الرز على الخلطة. كمان حاجة عايزة اقولها لكم، ازاي المحشي يطلع لامع ولونه حلو معانا. طبعا ده بيتحكم في الزيت اللي انت بتحطيه في الاول على اللي هي في التحميرة بتاعة البصل الاولانية. ده بيخلي لون المحشي يكون لامع. فانت لو حطيتي زيت قليل هيبقى المحشي يعني مش ظريف لونه، مش لامع، عايز سوا مش مظبوط. فخلي بالك ان انت ممكن كمان تضيفي زيت. يعني انا دلوقتي بعد ما بخلص الطماطم دي وببدا احط كله على بعضه، بشوف لون الخلطه، لو فيها لمعه مش محتاجه زيت خلاص بوقف ما بحطش، لو محتاجه بحط. وهوريكم ازاي تتعاملوا في الموضوع ده. هنسيبها لحد لما تتسبك وتتقل شويه، وبعدين نطفي عليها ونسيبها تبرد قبل ما نحط عليها الخضار. ما ينفعش نحط عليها الخضرة البقدونس والشبت والحاجات دي وهي سخنة، لان ده بيخلي الخضار يسود، لازم تبرد. هنا هبتدي ان انا اطفي عليها لانها اخدت التسبيكه بتاعتها التمام، وسمكها بقى تقيل اهو زي ما انتم شايفين، تقيل، مش محتاجه اي حاجه تانية. هبتدي ان انا اطفي عليها واسيبها تبرد. هبتدي بقى ان انا اسلق ورق العنب. طبعا ورق العنب انا مرصصاه فوق بعضه بالشكل ده، هحطه بنفس الرصه واقلبه بعد دقيقتين، وبرده اطلعه بنفس الرصه علشان خاطر ما يبقاش مكلكع معايا لما اجي احشي. نفس الرصه اللي حطيتها كده، واقلبه بسهوله جدا. دقيقتين على الوش ده وعلى الوش ده وخلاص، مش محتاج سلق كتير. خلاص انا كده هبتدي ان انا اطلعه، واحاول ان انا اشيل الرصه اللي انا كنت عاملاها مره واحده بالشكل ده كده اهي فوق بعضها على طول ومترتبه نفس الكلام. دلوقتي انا هبدا ان انا اوريكم ازاي قورت البتنجان. انا قورت الكميه دي كلها وفتحت كمان الفلفل يعني جاهز على الحشو على طول. هنا هبتدي ان انا اقول لكم ازاي بتقوروه. طبعا لازم بتكوني مطلعه البتنجان، مثلا لو هو في التلاجة بتطلعيه من قبلها بوقت، علشان خاطر لو قورتيه وهو سقعان بيتقطع منك. تاني حاجة بتقطعي من فوق هنا مش كتير ومش قليل، بحيث ان يكون الجزء ده متناسب مع حجم المقوار بتاعك اللي انت هتقوري بيه، لان في مقوار بيبقى مقاسات صغير كبير على حسب المقاس اللي عندك. دي حاجة. تاني حاجة ما بتبدأيش تدخلي فيها المقوار على طول، لا انت بتعملي ايه، بتدلكيها كده الاول بالشكل ده، تدليك دائري كده عليها، وبعدين تبدأي ان انت تخليها مرنة معاكي، وتدخلي المقوار تعملي زي فتحات كده من الجنب كده، وبعدين تدخلي في النص في الجزء اللي في النص، وتبدأي تلفي وتسحبي تطلع معاكي. تطلع معاكي سليمة كلها. بعدين تبدأي تعملي كده، تنضفيها وتخليها ما فيهاش اي حاجة من جوه. طبعا انتوا لو تلاحظوا انا مختاره المقاس بتاع البتنجان مش كبير، علشان خاطر انا بحب البتنجان يبقى صغير مش طويل قوي وكبير. شايفين من جوه هنا ضفت جدا اهي. لو حابه كمان من الجنب كده تعملي.
ممكن نعمل واحده كمان صغيره خالص اهي، دي اصغر، ندلكها برضو كده. ونبدأ ندخل المقار فيها من الجناب كده الأول، ونلف تطلع معانا بسهولة جدا. وبكده اكون خلصت كل الكميه اللي عندي. هبتدي ان انا اجهز الخلطه واحطها على بعضها علشان نبدا ان احنا نحشي مع بعض. هنبتدي دلوقتي ان احنا نجهز الخلطه على بعضها. طبعا معانا اول حاجه الصلصه بردت تماما، ومعانا الرز غسلته وصفيته من الميه تماما برضو بالشكل دوت، ومعانا الخضره بتاعتنا والبصله اللي انا ما قلت لكم ما تنسوش ان احنا هنعملها، هنمركها، بمعنى هندعكها بملح وفلفل وكمون. هنجيبها كده وندعكها لحد لما نطلع العصاره بتاعتها، نحس ان البصله بتتعصر في ايدينا. شايفين الحركه دي بقى؟ مش قادره اوصف لكم، بتدي طعم للمحشي رهيب. محشي يعني امهات بقى، محشي ماما. خلاص هنبتدي ان احنا بقى ننزل كل الحاجات على بعضها. طبعا احنا زي ما انا قلت في الاول، عملت انا 5 كوبايات رز. تمام، هنبتدي ان انا انزلهم في البوله كده. خلاص، وبعدين هحط معاهم شويه من الخضره. طبعا احنا الخضره بنحط بالتقريب كده، ونشوف بعد كده بعد ما نقلبها مثلا حسينا انها محتاجه بنحط تاني، ما حسيناش انها محتاجه خلاص، لان المفروض ما تبقاش مليانه قوي وما تبقاش قليله. وطبعا معانا البصله اللي انا قلت لكم عليها. تمام، وبعد كده هنبدا ان احنا ننزل عليها الصلصه. الصلصه طبعا تقيله، زي ما انتم شايفين الزيت او نسبه يعني الماده الدهنيه جوه فيها مناسبه وكويسه. وبرده هشوف لما انا اقلب اشوف الخلطه حاسه انها عايزه ولا لا، اقول لكم ازاي بتعرفوا. تمام، هبتدي ان انا اقلب. تمام، انا قلبتها تماما، يعني خليتها من تحت ومن فوق متقلبه كويس جدا والحاجات مختلطه بشكل كامل. نبتدي بقى ايه ان احنا نشوفها. انا دلوقتي لاقيها ما شاء الله مش محتاجه قوي يعني ان انا احط زيت تاني او سمنه او كده، بس عموما انا هحط لها برده معلقتين كده بحيث ان هي تبقى يعني بتلمع خالص. هحط لها زي معلقتين، المغرفه دي على قد معلقتين اكل كده بس، وهحطهم كده عليها وابتدي برضو ان انا اقلبها. اخدت لمعه شويه اهي. تمام، وهبتدي ان انا احشي. طبعا قبل ما نحشي لازم نجيب معلقه كده صغيره ونحاول ان احنا نتذوق بطرف لساننا كده الخلطه، لو هي مثلا الملح بتاعها محتاج شويه او هي مظبوطه يبقى خلاص. فانا عشان عارفه ان انا حاطه الملح مظبوط هدوقها كده. طبعا احنا مش بنبلع الرز اللي احنا بندوقه، بس احنا بنستطعم الطعم بتاعها. تمام، خلاص انا شايفاها مناسبه جدا معايا، بهاراتها مظبوطه جدا، كل حاجه فيها مظبوطه معايا. هبتدي ان انا احشي. عايزه اقول حاجه بقى، ان ورق العنب هو الخلطه دي بتناسب البتنجان، الفلفل، الكوسه، ورق الملفوف اللي هو الكرنب، لكن ورق العنب ليه معامله خاصه تماما. بعد ما نخلص هناخد شويه من الخلطه دي هنضيف عليها اضافات تانية زي ليمون، دبس رمان، وزيت زيتون، ونكمل حشو ورق العنب. هنبتدي نحشي مع بعض الكرنب. هنبتدي ان احنا نحشي الكرنب. طبعا الورق انا مفرزناه زي ما قلت لكم. هنبتدي ان احنا نجيب ورقه كده وبنحطها بالشكل ده، وبنحط
شويه من الرز، مش بنكتر طبعا عشان نخلي الصباع يكون مش تخين. وبعدين بنبدا ان احنا نلفها بالشكل ده، ونحاول ان احنا نقفلها من الجناب. خلاص نبتدي نعمل واحده تانية برضو. الورق اللي انا بستخدمه ده طبعا كرنب خليجي، زي احنا بره مصر طبعا بنتعذب، بس على قد ما بقدر بحاول ان انا استخدمه وامشي حالي يعني. مفيش احسن من الكرنب بتاع مصر، خفيف وجميل. برضو هنبتدي نحشي فلفل، يعني انا بوريكم بس امثله كده. الفلفل طبعا ما فيهوش اي حاجه، بس المهم ان احنا ما نملاهاش للاخر، بنقف عند 3/4 بحيث ان هي الرز ما يطلعش بره. بس ندي مساحه للرز ان هو لما يستوي ما يطلعش بره ويعمل شكل مش كويس في الحله بالشكل ده. بنسيب مساحه جوه. تمام. نفس الشيء برضو البتنجان، طبعا البتنجان اتقور واتغسل من الداخل. دلوقتي خلاص انا خلصت حشو الكرنب، وخلصت حشو كمان الفلفل والباذنجان كله. وبدات بيه علشان احس ان انا انجزت يعني، والخلطه قلت قدامي. وطبعا سبت جزء من الخلطه علشان زي ما قلت لكم انا بحشي ورق العنب بزود عليه بعض الحاجات على الخلطه دي نفسها. هنا بدات ان انا ارص بشكل دائري، يعني شايفين عملت اول صف، بعدين تاني صف، تالت صف، كله دائري. وحطيت هنا اللي هي القطعه اللي بتبقى في الكروم شويه عامله زي الدايره كده ومقفوله على بعضها، عملتها بالشكل ده. وهبدا ارص برضو بقيه ال الصف التاني اهو عملته قدامكم. برضو هكمل الصف التالت، وبكده اكون خلصت الحشو بتاعي او الرص بتاع الحله بتاعتي. وبحب دايما ان انا احط فلفلايه مع ورق الكرنب، بتدي ريحه عموما للمحشي جميله جدا. هبتدي ان انا اروح لورق العنب، خليكم معايا. دي خلطه ورق العنب اللي احنا هنبتدي نحشيه بيها. هنزود عليها طبعا، هي نفس خلطه المحشي زي ما انا قلت لكم. هنزود عليها زي ما انتم شايفين كده فنجان عصير ليمون، او مثلا عصير 3 ليمونات كبار بالشكل ده. وهنزود عليها معلقه دبس الرمان، معلقه دبس الرمان كبيره. وهحط لها طبعا زيت زيتون عشان يدي الطعم بقى الجميل بتاع ورق العنب. هنحط لها مثلا 4-5 معالق كده، ونقلب الخلطه. ولو عندك بقى نعناع اخضر او نعناع حتى ناشف حط. انا هحط نعناع دلوقتي برضو شويه نعناع كده مفرومين ناعم، وبعدين نبتدي نحشي مع بعض. كده خلاص الخلطه جاهزه معايا، ومعايا الورق اهو مسلوق تمام ومتصفي في المصفى. بتيجي عند الورقه اللي هي الجزء اللي فيه العروق او الجزء الخشن، وتحطيها، وبعدين تحطي شويه رز من الخلطه. تمام كده في الحته دي. وبعدين بتعملي ايه، بتلفي الجزء ده كده الاول كده بالشكل ده، وبعدين تجيبي الجناب تعمليها كده، وبعدين تلفي الجزء ده. دي طريقه لف ورق العنب مظبوط، ويكون صوابع رفيعه مش تخينه. معانا كمان واحده. انا كمان بحب احشي على ايديا، يعني شوفوا برضو طريقه تانية ان انت تحشي على ايديكي اسرع كده.
دي، بعدين الجناب كده. اسرع كتير جدا من حركه الطبق. انا بحشي كله كده على فكره. خلاص نبتدي برضو نجيب واحده تانية. وهكذا، ومن بعد كده نرصه في الحله ان شاء الله زي ما عملنا في ورق الكرنب بالظبط. كده خلاص خلصنا حشو كمان الورق العنب. شايفين ما شاء الله لونه جميل ازاي. اتبقى حبه رز صغيرين كده قمت عاملاهم في بطاطسايه. مش متعوده ان انا احشي بطاطس، بس عشان مرميش حاجه من الخلطه. طبعا دي برضو الملفوف او الكرنب. وهنا حطيت في حله البتنجان والفلفل. اللي عايزه اقوله ان ما ينفعش نحط الكرنب مع البتنجان لانه هيسوده، ولا ينفع نحط الكرنب مع ورق العنب. لازم كل حاجه لوحدها. يلا بينا نروح نسقي المحشي ونطبخه. هنا بدأت المرقة بتاعتي تغلي. طبعا المرقة اللي هي شوربة بط، شوربة لحمة، شوربة فراخ، شوربة اي شوربة انت بتحبي تسقي بيها المحشي، وتحطي عليها معلقة صلصة كبيرة علشان تدي لون احمر وجميل للمحشي. دي بالنسبة اللي هنسقي بيه. هنبتدي ان احنا نحط بعد كده طبق على الورق العنب من فوق كده، بحيث ان احنا نكبسه، بحيث ان ما ايه الورق ما يتفكش خالص. تمام. ونفس الكلام هنعمل طبق للكرنب بالشكل دوت. تمام. هنبتدي ان احنا نسقي المحشي. اللي عايزه اقول لكم ان المفروض الميه ما ترتفعش عن الطبق ده. يعني احنا بنسقي تمام كده بالشكل ده، مغرفتين او 3. سوري. وبعدين نحط كده وهنهز الحله. كل ده مش هيبان وهينزل لتحت. تمام. بالنسبه لورق العنب نفس الكلام، بس ورق العنب بياخد ميه اقل شويه من ورق الكرنب، علشان خاطر هو الورق نفسه مش محتاج ميه يستوي، لكن الرز بس اللي محتاج، لان ورق الكرنب بيبقى اتخن شويه، فمحتاج شويه بيحتاج شويه يعني شوربه اكتر من ورق العنب. تمام. احنا هنحط كده حبه كمان. المفروض انها ما ترتفعش عن الطبق اللي احنا حاطينه. تمام. هنبتدي ان احنا نحط على الباذنجان والفلفل، وبرده نفس الكلام ما نكترش، لان هو اصلا طبيعي بينزل ميه اكتر. يعني تلاقي تحطي حبه صغيرين فجاه تلاقي صوص كتير قوي تحت. خلاص. يعني ما نرتفعش عن نص الباذنجانه من تحت، يعني تبقى وصل لها شوربه يعني. تمام. وممكن بقى ايه نعمل مثلا معلقتين زيت على الوش كده او سمنه. انا طبعا لو حطيتي معلقه سمنه كفايه قوي، لكن لو زيت معلقتين او 3 زيت بالعدد هيبقى حلو قوي. بس نبتدي ان احنا بقى نقفل الغطيان بتاعه الحلل، واول ما تغلي وتتشرب الميه دي نبدا ان احنا نوطي النار ونسيبها. لما تتشرب الميه بنشيل كمان الطبق ده، يعني احنا مش بنسيبه للاخر. هنا بعد ما شلت الطبق طبعا وحطيت له من فوق معلقه سمنه، وبنوطيه النار خالص خالص على الواطي خالص، علشان خاطر برضو يستوي وما يتحرقش من اي جناب ولا حاجه. زي ما انتم شايفين انا عاملاه في حله ستانلس، فلازم اكون حريصه جدا في الستانلس ان انا ما اكونش معليه النار عموما. وعموما اي اكل لازم توطي النار عليه. نفس الشيء برضو شلت من هنا الورق العنب، شلت من عليه الطبق وموطيه النار. وهنا كمان موطيه النار على الباذنجان والفلفل، واسيبهم براحتهم. هو بياخدش اكتر من 3/4 ساعه او ساعه بالكتير. خلاص المحشي كده استوى وهطفي عليه خلاص. هنا ورق العنب ان شاء الله، وهنا الكرنب. خلاص هبتدي ان انا اطفي النار، وبعدين هسيبه يبرد شويه، وبعدين اغرفه في الاطباق واوريهولكم ان شاء الله في اطباق التقديم.